صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض سندوتشات حلوة قوي وسهلة جدا. نقدر ناكلها الصبح في الفطار او ناخدها معانا لو خارجين رايحين البحر. وجبة كده خفيفة وسهلة وطعمها حلو قوي في نفس الوقت. ولو ولادنا كمان رايحين النادي ممكن ناخدها معانا كسناك خفيف ياكلوها هناك في النادي. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعمل مع بعض السندوتشات بتاعتنا ازاي. اول حاجة هبتدي بيها هنا، هحط الخميرة واحط عليها 3 معالق من السكر، وهنقلبهم مع بعض في كوباية مية دافية كده، ونسيبهم لغاية لما يشتغلوا كده مع بعض علشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة وسليمة وما تبوظلناش بقية المكونات بتاعتنا. وبعد ما اتأكدت ان الخميرة بتاعتي شغالة زي ما انتوا شايفين كده بتعمل طبقة فوم كده او رغاوي، هبتدي بقى اضيف بقية المكونات بتاعتي. هحط بيضة وعليها معلقة صغيرة من الخل، منها انها بتضيع اي ريحة مش مستحبة في البيض، وفي نفس الوقت محسن طبيعي للخبز. وبعد كده هضيف كمان كوباية لبن رايب. زي ما انتوا شايفين انا مستعملة هنا الكوب المعياري. هقلب كل المكونات مع بعض كويس قوي، وبعد كده هكمل اضافة بقية المكونات بتاعتي. هحط لبن بودر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد كده هضيف بقى 5 كوبايات من الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده انا مستعملة الكوب المعياري. آه استعملت هنا دقيق متعدد الاستعمالات. لازم الدقيق بتاعنا واحنا بنعمل المخبوزات سواء بقى عيش بيتزا، لازم يكون دقيق قوي في عرق علشان يشتغل معانا ويديني نتيجة كويسة في الآخر. هبتدي بقى اقلب المكونات كلها مع بعض وابتدي عجن في العجينة بتاعتي. هستمر كده في التقليب زي ما انتوا شايفين، واعجن كويس قوي في العجينة بتاعتي. انا عجينتي هنا مظبوطة مش محتاجة اي سوائل، بالعكس هي هتحتاج معايا كمان معلقة من الدقيق علشان حسيت انها طرية زيادة عن اللازم معايا. طبعا ده بيرجع لنوع الدقيق وعلى حسب اذا كان بيحتاج سوائل كتير او بيحتاج سوائل اقل. دلوقتي بقى انا ضفت هنا 60 جرام من الزبدة. هقلبها كويس قوي مع العجينة بتاعتي كده لغاية لما تتشربها. ما تقلقيش ابدا لما تلاقي العجينة اتفتتت معاكي. هتلم بعد مدة من العجن كده. نستمر في عجن العجينة كويس قوي، هتلاقيها لمت كده ونضفت الطبق زي ما انتوا شايفين. بعد كده هضيف معلقة من الزيت، اي زيت نباتي موجود عندك، ملوش ريحة ولا طعم. هقلب كده العجينة مع الزيت. زي ما انتوا شايفين عجينتي ناجحة ومظبوطة بانها بتمط، وفي نفس الوقت عجينة طرية. انا عايزاها تبقى طرية كده علشان تديني نتيجة حلوة في الاخر. هقلبها كده في الزيت كويس قوي، وادهن الطبق كويس بالزيت علشان العجينة ما تلزقش فيه لما تخمر. وهغطي العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وهاخدها بقى احطها في الفرن تخمر، واحط تحتها حمام مية سخنة علشان يساعد على ان العجينة تخمر معايا بسرعة. هسيبها تقريبا حوالي ساعة الا ربع. وده كده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. ما شاء الله طالعة تحفة جدا، خمرانة ومظبوطة جدا. هجيب بقى لوح وارشه بشوية دقيق علشان لما اجي اقطع عليه العجين ما يلزقش فيه. وهجيب العجين بتاعي هنا واطلع منه الهواء اللي جواه. شايفين العجينة بتمط معانا وطرية، وكل ما كانت العجينة طرية معانا كل ما هتدينا نتيجة حلوة في العيش بتاعنا. هجيب بقى الميزان كده وابتدي اقسم العجين بتاعي او العيش. احاول اعمل عدد من الارغفة متساوي في الحجم. زي ما انتوا شايفين كده هحاول اخلي وزنها تقريبا 100 جرام او 100 101. زادت جرام نقصت جرام مش هتقل عن كده.
هكور بقى معاكم واحدة كده زي ما انتوا شايفين. هلفها كده لغاية لما تبقى الكرة معايا واحطها، وهكمل بقى الباقي وارجع لكم تاني. وده كده شكل العجين بتاعي بعد ما قطعته كله وقسمته، عمل معايا 14 رغيف. زي ما انتوا شايفين كده العيش بتاعي بدأ يختمر بسرعة، فانا مش هستنى عليه كتير، هشتغل فيه على طول. وكل ما نلتزم اكتر بالمقدار بتاع العجينة هيطلع معانا مظبوط. دلوقتي بقى هبتدي افرد العيش بتاعي وارققه كده زي ما انتوا شايفين، بس مش هخليه رقيق خالص، هخلي فيه سمك شوية. هبتدي بقى ايه اقلب العيش بتاعي كده زي ما انتوا شايفين على الناحية التانية، اخلي الحتة اللي فيها تعرجات من جوه والحتة المتساوية الناعمة من بره. هجيب بقى الحشوة بتاعتي هنا، معايا جبنة موتزاريلا، هحط عليها ملح وفلفل اسود وزعتر، هقلبهم معاها كويس قوي. وبعد كده هجيب الفلفل بتاعي، انا مستعملة هنا فلفل الوان. ممكن نضيف اي حشوة احنا بنحبها جوه العجينة دي. ممكن نحط شاورما سواء لحمة او فراخ، ممكن نحط مثلا بواقي فراخ عندنا، ممكن نعملها مثلا بالبطاطس المهروسة والجبنة، ممكن نعملها بأفكار كتير جدا، على حسب ما نحب نحشيها. هحط هنا كمية مناسبة في العيش بتاعي وابتدي اقفلها كويس قوي، علشان الحشو بتاعي ما يطلعش بره العجين ويخربهولي. وافرد العجينة كويس قوي كده، واحاول اتنيها من الجناب زي ما انتوا شايفين علشان تديني شكل متساوي في الاخر. هلف بقى العجينة كده رول كده معاكم، واقفلها في الاخر كويس قوي. وتقدروا تشوفوا المقادير بتاعت العجينة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبعد ما اتأكدت ان انا قفلت السندوتش كويس قوي، هلفه كده واضغط عليه بايدي علشان اتأكد انه مقفول كويس قوي. ده كده شكل السندوتش بتاعي بعد ما خلصته. هحطه في صينية محطوط فيها ورق زبدة ومدهونة بدهنة زيت بسيطة. هكمل بقى الباقي وارجع لكم تاني. وبعد ما خلصت خلاص العيش بتاعي، هاخده على الفرن احطه يتخمر لمدة نص ساعة، واحط تحتيه حمام مية سخنة. وده كده شكل العيش بتاعنا بعد ما اختمر. هجيب بقى صفار بيضتين وعليهم شوية فانيليا صغيرين، واحط كمان عليهم معلقة من اللبن كده، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. ولو حابين تشوفوا المقادير كلها هتلاقوني سايبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. هدهن بقى العيش بتاعي هنا كده بمنتهى الخفة زي ما انتوا شايفين، علشان ما طلعش منه الهواء بتاعه. بعد ما بخلص خالص بحط عليه بقى رشة من السمسم، ممكن نحط حبة البركة لو حابين. هنكون طبعا مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 190، هنحطه في رف اوسط ياخد لون ذهبي من تحت. ابتدي اشغل الشواية علشان وش العيش يتحمر. وده كده شكل العيش بتاعنا بعد ما استوى. السندوتشات طالعة تحفة جدا، ريحتها قلبت الشقة عندي بجد، طعم وريحة، وفي نفس الوقت مكونات مغذية لينا ولأولادنا، وحاجة كده عاملينها على نظافة في البيت، مش قلقانين منها أبدا أبدا. وفي نفس الوقت طالعة مظبوطة معايا. بصوا هطلع لكم واحد كده واوريكم شكله من جوه عامل ازاي. توريقة وطعم وريحة خرافة بجد. اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس، وتقولولي رأيكم في التعليقات، وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.